نعود إلى الشأن الداخلي في وقفتنا الثالثة والأخيرة مع جريدة اللواء، ومقال للصحفي والباحث الأستاذ عبد الفتاح خطاب بعنوان الإعدام. تحدث فيه عن ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام إثر ارتفاع نسبة الجريمة في لبنان في الآونة الأخيرة. ويقول: عرفت المجتمعات عقوبة الإعدام منذ فجر التاريخ، ولبنان بلد يعتمد هذه العقوبة، والجرائم المعاقب عليها بالإعدام هي القتل عمدا، محاولة القتل، التعامل مع العدو، الإرهاب، والجرائم الواقعة على أمن الدولة، وإثارة الفتن والحروب الأهلية. ونثير تفاصيل هذا الموضوع مباشرة مع الصحفي والباحث الأستاذ عبد الفتاح خطاب مباشرة عبر الهواء وعلى الهاتف. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الفتاح. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا جزيلا على استضافتي، وشكرا للعاملين على إذاعة البشائر، الإذاعة الاسم على مسمى. شكرا جزيلا لك، وهذا شرف لنا التواصل معك أستاذ عبد الفتاح. اليوم عم نتواصل لحتى نحكي عن موضوع مهم جدا سبق وأثرناه بالفترة الأخيرة، خاصة يعني مع قديش هيك عم نشوف في اليوم جرائم كل يوم للأسف، يعني صار في عنا جريمة، والأخطر من هيك هو السبب يلي عم بيكون أكثر من تافه. قبل ما ندخل بموضوع عقوبة الإعدام وفعلا قديش اليوم ضروري أنه نطالب بعودة عقوبة الإعدام، برأيك شو اللي خلى مجتمعاتنا ترجع تنحدر لهذا المستوى؟ نرجع نشوف القتل والإجرام حتى بين أفراد الأسرة الوحدة عم بيكون قوت يوم الإجرام ومشهد يومي. نعم، السبب يمكن الرئيس هو ضياع القيم الأخلاقية. لما تضيع القيم الأخلاقية ما بيعود في أي وازع إطلاقا، ويصير كل شيء مبرر وكل شيء سهل وكل شيء وارد. فينا نقول انتشار المخدرات، فينا نقول الضغط النفسي، فينا نقول البطالة، فينا نقول اللي بتولد النار، كل هالقصص. إنما ضياع البوصلة واللي هي القيم الأخلاقية والوازع الديني، هذا السبب الرئيس برأيي أنا في ما يحصل. والفراغ يلي عايشينه بمجتمعاتنا أيضا، يعني ما في أمور عم بتعبي لنا يمكن حياتنا اليومية، أمور مفيدة لنا، في كسل، في خمول، يعني خاصة عند الشباب. والاهتمامات تحولت إلى أشياء أخرى. صرنا عمالين نهتم بقصص، يعني قضي نهارنا بالسير ومشاكل السير والموتور والمي وتدمير بعض الأمور، وفتنا بشغلات تاني كمان. يعني مع احترامي وتقديري للعصر التكنولوجي اللي عم نمرق فيه، صرنا ملهيين بقصص اخذ لحالي صورة واقف جنب الحيط وابعتها، انجرح اصبعي بحطها لحتى يقولوا لي سلامة قلبك، وقضيناها على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي اللي يعني حقيقة عم تطلع برات صرنا عايشين بهذا العالم الافتراضي ونسينا الواقع اللي نحن عايشين فيه. عم نتجه نحو نوع من التفاهة والسذاجة ونستسهل الأمور، الشغلات السريعة. يعني عرفتي كيف؟ نعم. يعني بتحطي مقال على الفيسبوك بياخد 5 لايك، بتحطي كلمتين هيك ما لهم معنى بياخدوا 1000. نعم. طيب أستاذ عبد الفتاح، ولكن يعني بالرغم من كل هيدا الشيء، اليوم لما نحكي عن أسباب الجرائم يلي ترتكب، يعني مؤخرا آخر جريمة سمعنا فيها كرمال فنجان النسكافيه، وما حدا بيعرف يعني إذا في شيء خلفيات. لما نوصل لهيدي التفاهة، يعني هل فعلا اللي بتعمل هيك؟ ما في ايام بيعمل هيك بيوصلنا لهيدي الدرجة انه نحمل سلاح ونقتل؟ انا قلت انه السبب الرئيس يعني هو ضعف القيم، بس حقيقة كمان السبب الثاني وثالث ورابع في اسباب اخرى، واحدة منها انه ما بقى في دولة. يعني الدولة ما أنا موجودة، فقدت هيبتها، فقدت سلطتها، فقدت وازع الدولة. يعني الإنسان عادة يا أما وازعه الأخلاقي والديني اللي بيردعوا عن إنه يعمل أشياء، يا أما القانون أو القانون. هذا لما اثنين يختفوا وين صرنا؟ أقل من شريعة غاب حتى بنصير بوضع حقيقة عجيب غريب. يعني شكلنا كدولة وشكلنا كناس وكيف بنحكي 6 لغات بالجملة وحدة، وشو منسوق سيارات، وشو بنستعمل آليات وأدوات، وكيف منظرنا هيك للعالم. بتقولي الله أكبر، هالدولة المتقدمة بتخرق
بينما نحن حقيقة الأمر ولا أقل من أقل دولة في البلدان النامية بالطريقة اللي عم نتجه فيها. الانحدار اللي عم نمشي فيه وبس سرعة كبيرة. صحيح. بتقول أنه صار في وقف غير رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام من عام 1984 لل 93 وبعدين استؤنف بالعام 98 وكان آخر تنفيذ للإعدام بالعام 2004 وانتهجت الحكومات اللبنانية المتعاقبة منحة لعدم تنفيذ الأحكام يلي بتلحظ عقوبة الإعدام. بداية ليش تم وقف غير رسمي لتنفيذ هيدي الأحكام بين ال 84 و 93؟ يعني دولة الرئيس سليم الحص الله يطول عمره هو اللي ارتقى بسبب يعني قناعاته الشخصية والفكرية عدم تطبيق القوانين بوقتها، قوانين الإعدام اللي طلعت عدم تطبيقها. هذه بدأت القصة هيك، وبعدين بلش صار في حراك مدني له نظرة معينة على الموضوع، بحترمها طبعا وما عندي مشكلة معها، بس القصة اللي أنا بقولها يا ناس طيب إذا كان يعني ما في وازع وما في دولة وما في استتباب للأمور، والقانون ما عم نقول نطالب بقانون للإعدام، موجود استعملوا لأنه في مشروع هلا في مشروع قانون هلا ولكن بأدراج اللجان النيابية. لا مشروع قانون مش للإعدام، مشروع قانون لوقف تنفيذ الأحكام. أما نحن قانون الإعدام عنا سار المفعول لكن لا يطبق في لبنان، لكن لا يطبق. نحن ما عم نطالب بقانون، عم نقول طبقوه لعله يكون وازعا في بعض الحالات. إذا أنقذنا حياة إنسان بسبب هيك قانون بيكون والله حرزان القصة يا جماعة. أما أنه يكون عندنا قانون نعطله وبالمقابل ما في دولة تقدر تضبط الأمور، ما في وازع أخلاقي أو عشائري أو قبلي أو ديني أو اللي بدك إياه يعملها، ما بيصير. طب طالما القانون اليوم سار المفعول أستاذ عبد الفتاح، ليه لا يصار إلى تنفيذه؟ هل هو خوف من حدا من جهات؟ ليه؟ شو السبب؟ نحن قلنا في فترة من فترات كانوا يعني أولي الأمر هن رأيهم الشخصي وقناعاتهم الشخصية بتملي عليهم عدم يعني توقيع هيك مراسيم، يعني مراسيم تنفيذ العقوبة. ماشي فهمنا. هلا القصة مش وازع يعني أخلاقي أو فكري، هلا تدخل أكيد سياسي، تدخلات سياسية وعشائرية ومصالحية، إنه يا عمي خلص يطنشوا لنا اياه وتركوا لنا اياه. يعني بيجي واحد بيقتل واحد من دون سبب مثل ما قلتي بسبب كباية نسكافيه ما عجبته طعمتها، او قاعد يشفط بالسيارة، او الكلاب اللي عند جيرانه ضايقوه، او ما عجبه منظره يا اخي بكل بساطة جأره اخذ له الباركينج تبعه وكسر عليه بالسيارات. في كل حالات مرقت معنا، يعني ما مش انه عم نفكر فيها، مرقت معنا. طيب هلا هيدا بيجي بنحطه بالحبس الى ابد الابدين على حساب الدولة وعلى حساب المكلف اللبناني. ليش؟ يعني شو اللي عم نستفيد منه؟ حطيناه بالحبس، هل في حدا خاف لانه واحد انحبس بطل يقتل بسبب هالتجربه؟ ابدا. لا، ما هن يا ريت كمان عم بينحبسوا استاذ عبد الفتاح، هن عم بيطلعوا. لا يعني تبعوا الاعدام مبدئيا ما مفروض، لانه اعدام والا بضلوا لغايه تنفيذ الحكم عم يتحول الى سجن مؤبد بدون اشغال حتى ولا اعاده تاهيل. ومثل ما قلت انت اذا خرج، هول اللي خرجوا بيكونوا بإعفاءات رئاسية أو إعفاءات خاصة أو حالات كتير قليلة، بس حتى يعني شو أهلناهم لحتى يرجعوا للمجتمع ويكونوا حقيقة ناجحين فيه. عم بيفوت الواحد على السجون اللبنانية بسبب يعني مشكلتها بالاكتظاظ وعدم الكفاءة القائمين عليها وعدم وجود برامج، والأمور اللي عم بتصير جوات السجن أيضا. عم بفوت يعني مجرم أو لص أو هذا صغير وتافه عم يطلع زعيم عصابة صح. عم يتدرب، عم يتخرج بليسانس سجون. شو وهذا الامر ليس بمخفي يعني على المعنيين. وبعدين انسي عبد الفتاح خطاب شو قال، وانسي القانون اللبناني، وانسي كل القصص هي. حدا ممكن يتهم رب العالمين بالظلم وعدم تقدير الامور اكيد، ولكم في الحياه قصاص. ليه؟ طبعا هي إلها، انا ما بدي فوت شيء فقهي، إلها موجباتها وإلها طرق يعني امورها، بس رب العالمين يلي الانسان عنده شيء من اهم ما يمكن، يلي كل الاديان وكل القصص كان موجوده يعني يكون الانسان في اسعد حالاته وفي كرامته. نعم. رب العالمين عم يحكي بهالموضوع، يعني مين نحن لحتى نيجي نتفلسف
ونجي نقول لا وكيف وما بيصير ومين له حق. شو مين له الحق؟ بأي حق هو قتل واحد ويتم اولاده؟ نعم، بس بدهم بيلحقوا الدين استاذ عبد الفتاح. ايه يعني كمان في يعني استنسابيه صارت. كمان يعني موضوع الفتره يلي توقف فيه حكم الاعدام، كمان ما كنا نشوف هيدي الاحداث يلي هلا عم نشوفها. يعني يمكن الحراك المدني بوقتها كان معه حق، ولكن اليوم ما بتصور انه في حدا بيطالب بالعكس. يعني لانه لما نقول كل يوم جريمه، خاصه لما يعني حضرتك بالمقدمه ذاكر شو الجرائم يلي في عقاب الاعدام عليهم. نعم. اللي هن محاولة القتل أيضا يعني بياخد الإعدام، تعامل مع العدو، الإرهاب، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، إثارة الفتن والحروب الأهلية. يعني هول إذا فعلا بيتطبقوا بيكون بلدنا بألف خير. وقديش في أشياء كمان عم بتصير من كل هيدي الأمور، ليس فقط يعني القتل عمدا اللي عم نشوفه. صحيح. وعلى كل حال يعني أنا ما بدي استعمل الأسلوب الجدال اللي شاطرين فيه البعض وقول لهم تشرفوا أعطونا حل بديل. أنا ما بدي أقول لهم هيك لأنه ما عندهم حل بديل. إني بقول لك ما شغلتنا نلاقي حلول، شغلة الدولة. ما شرفوا يعني ما في دولة هلا يا عمي تقدر تعمل شيء بهالخصوص، فخلينا نلجأ إلى قوانيننا مرعية الإرجاء. نعم. موجود. هل برأيك عدم تنفيذ عقوبة الإعدام هو عم بيكون أحد أسباب الأخذ بالثأر؟ طبعا هلا لما واحد ما مشاعر انه ما حيصير له شيء وما حينطاله، اقصى ما يمكن فرضا اذا عليه فرضا انه ينحبس. إيه؟ لانه في اغلب من الحياه يعني الا ما يكون يعني بيضطر انه ياخذ حقه بايده. في ناس ما فارقه معهم، ممكن انا ما عم اقول لا، بس اكيد في ناس كمان لما تكون حياتهم بالضبط ويظن انه انا اذا عملت هالشيء ويمكن روح فيها واقتل، ربما انه يتراجع وممكن يفكر فيها عدة مرات. نعم. واذا ما هو المحيطين فيه ممكن ساعتها يسنوا على الموضوع انه يا عمي شو هيدا تروح انت تموت وتصير مشكلة وهالقصص بلاها. نعم. ممكن. طيب خلينا نختم بهيدي النقطة. هل بتشوف انه فعلا مع هيدا المشهد اليوم اللي عم نشوفه والقتل يلي دايما عم نسمع فيه، وايضا مع العهد الجديد، هل بتشوف انه معقول نرجع نشوف فيه اعدامات او يعني على الاقل حسم بهذا الموضوع؟ انا ما بظن، لانه العهد الجديد والعهد القديم ملهيين بامورهم هن ومصالحهم، واخر مشكلتهم شو عم بيصير بالمجتمع، الا اذا حدا دق بحدا من جماعته او بموضوع بخصه بدق ناقوس الخطر. هي حقيقه انا مؤسفه جدا ومزعج جدا، وآسف إني أحكي بهالطريقة. للأسف يعني دايما بنحكي كمان عن نقطة قد في هو بين الزعماء، بين السلطة السياسية الحاكمة والمجتمع والشعب والمواطنين كيف عايشين. على أمل إنه نوصل لأي حل، ولكن على القليل يخفف من حدة هيدي الجرائم يلي عم نشوفها ونشهدها بشكل يومي. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الفتاح خطاب، شرفتنا باتصالك ومشاركتك معنا. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك.